العيد جانا وكل سنة وانتوا طيبين. ورغم العيد لكن لسه كنا مستنيين باقي حلقات رمضان بتاعت المسلسلات. مسلسلات رمضان امتدت معانا لغاية العيد، بس يا ترى ايه هم أكتر 7 مسلسلات مشاهدة في أول أيام العيد؟ طبعاً كان نمبر 1 هو مسلسل جعفر العمدة، اسم على مسمى والله يا محمد يا رمضان، وشابوه للمخرج محمد سامي اللي خلانا رغم انشغالنا بالعيد كنا قاعدين ومنتظرين الحلقة 30، ورغم إننا خلاص كده اطمنا على سيف وأبو سيف وأم سيف، لكن كلنا كنا منتظرين العركة اللي جعفر هيعلم فيها على عائلة فتح الله. أنا كشخصة هزعل لو الحلقة كانت جات وما فيهاش العركة دي، والحمد لله خلاص ارتحنا واطمنا. أما تاني مسلسل وكان محقق أعلى مشاهدة في العيد فهو مسلسل بيو بيو ضرب نار، وشابوه للكوماندا أحمد العوضي وأجمل مهرة في الدنيا ياسمين عبد العزيز. المسلسل الثالث بقى في تحقيق أعلى نسبة مشاهدات هو كان مسلسل الكبير قوي بطولة أحمد مكي ومع رحمة أحمد الشهيرة بمربوحة البحبوحة. ورغم إن ده الجزء السابع من المسلسل لكن الناس ما ملتوش، وفي العيد كانوا قاعدين وبيتفرجوا على الحلقة 30 وتشوف آخرتها مع جوني وحزلقوم ومربوحة وهدرس ومعاهم الكبير قوي. ولو إن في ناس كتير توقعت إن الجزء السابع يكون هو آخر جزء، مش عارفين والله أعلم. المسلسل الرابع في قائمة الأعلى مشاهدات بقى كان هو بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، اللي خلانا يوم العيد ننتظر نشوف اللي أكلوا الحرام نهايتهم هتبقى إزاي. ما هو شعار المسلسل بيقول اللي أكل الحرام الحرام لازم ياكله، ربنا يحمينا من كل حرام. أما المسلسل الخامس في قائمة المشاهدات في أول أيام العيد فكان مسلسل الأجهر بطولة عمرو سعد، اللي ساغل العنينة طول شهر رمضان بالذهب والمجوهرات والمرجان والياقوت، أحمدك يا رب. وطبعاً الأجهر طول الشهر رافع شعار اللي يفوت يموت. وندخل على المسلسل السادس بقى في قائمة الأكثر مشاهدة في أول أيام العيد، كان مسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال ومجموعة العفاريت اللي ما كانوش متسلسلين رغم إننا كنا في شهر رمضان. واضح إن عفاريت حمادة هلال معاهم واسطة كبيرة، لأن الناس كانت لسه بتتفرج على المسلسل رغم إنه خلاص خلص. عيد سعيد عليكم يا حلوين، وكل عيد وانتوا طيبين وبمشاهدة المسلسلات مبسوطين، وبتاعة ربنا دايما ليه قريبين.